جربتوا شي مرة رز بحليب مع سلطة فواكه؟ غير شكل بهالشوبات، وأنا عندي إياها الحلا المفضل بالبيت وكل ضيوفي بيطلبوها. قلت لحالي عملتها وعملتها، خليني كمان أعمل لي كم وحدة سبلاتش على الطريقة التركية. فجربوا لي هالوصفة اللي بدها هيك حلا بهالصيف. فأول شي بدي أسلق نص كاسة رز بكاستين مي ليستوي معنا الرز بهذا الشكل، وإذا حسيتوا الرز لسه بده مي أكيد فيكم تضيفوها، كل مين ورزاته شو دخلني. وهلا بدي أضيف على الرز لتر حليب شلت منه شوي، مع كاسة كريمة خفق أو طبخ ما بتفرق، وثلاث أرباع الكاسة سكر، والسكر كمان فيكم تزيدوا بس أنا هيك بشوف حلقها منيح، وأقلبهم شوي ليدوب معي السكر. وأنا هون متعمدة إني استخدم طنجرة ستانلس وخلي النار قوية مشان يلدع معي شوي الحليب، بيعطي نكهة غير شكل كأنكم جايبين الحليب من حما. بس انتبهوا مو تحرقوا شي إنه يشيط معنا. وبس سخن عنا الحليب بدي أضيف على الحليب اللي خليته على جنب شوي 3 ملاعق طعام نشا، وانزل فيهم على الحليب وانا عم حرك مع نص ملعقة طعام فانيليا وملعقة طعام مي زهر، وفيكم تستبدلوهم بمستكة